كيروش كان الخيار الأول، والمفاوضات معه توقفت بسبب بعض الشروط، ما نقولوش تعجيزية ولكن دبلوماسيا أصبح يعطي بعض الشروط التي جعلت الاتحادية تفهم بأنه لا يريد المجيء، فتحولت لبيسيرو وبيتكوفيتش. بيسيرو كخيار أول، لكن بيتكوفيتش أيضا كاين اتصالات حثيثة من أجل كبلون بي. أماري، هل تعتبر عدم مجيء كيروش خسارة للجزائر أم لا؟ سي با بيان كي تنسيستي ربما مع مدرب لا يريد المجيء، يعني ديجا ما تقدرش تسيروا من بعد باسكو راهو جاي فوق القلب تقريبا. توان كيروش كان في لا ليست، بون لا كوميسيون دارتو في لا ليست كما قلت انت، مي ولا ما حبش يجي مو جو با بوكو ما تعتبروش خساره يعني عدم مجيء كيروش بالنظر لمشواره مع كثير من المنتخبات اللي مر معاهم الكاس العالم؟ حتى واحد ما كبيره للجزائر. جو بونس كو ليكيب ناسيونال الجيريان تقدر تلقى ان اونترينور يوالمها اون دور دو كيروش، سي نول انديسبونسابل. جو بونس با سورتو كي ما حبش يجي. دونك الاراده صحيح. لما تشوف صوره مثل هذه، مدرب اللي عمل مع رونالدو، مع بيكام، مع راؤول، مع زين الدين زيدان، يعني لي ستار ما يخلعوش، يعني ممكن يجي ويطبق طريقه عمله. ما حبش يجي سا سي تري امبورطون. Il y a une différence en entraîneur يقول لك انا جو فو ريليفي لو ديفي الجيريان مع واحد ديجا كي ايزيتي انا بور موا يفو ماتر دو كوتي. عندك فريق، عندك لاعبين، ما عندكش فريق ضعيف يا محمد يا قاسم. الى حد الان عندك منتخب ضعيف الى حد الان. في هذا الوقت الحالي عندك منتخب ضعيف كفريق ما عندناش فريق صح. لا فيريتي لا بروف ونا ميم با بو اراشي ان نول مع لا موريتاني. واش من فريق عندك؟ بير اكزومبل البارسا ما ادراك اسم كبير. البارسا اليوم اللي راهو يمشي في البارسا ولد صغير ان اونفون دو 16 اي دمي، هو اللي راهو يمشي في البارسا. حبيت ولا كرهت، اي بورتون كاين الكبار ليفاندوفسكي وكلا والاخر واللي جا من السيتي بصح لا بريس اسبانيول تو الموند ميم لا بريس فرونسيز بار بلي يامال اللي راهو يمشي في البارسا. مي كان انا نقول لك هذا الولد الصغير ينساوه، اي بورتون سي ان جو اللي راهو يقود فيهم، ومن بعد حتى يزيدوا يسقموا روحهم وكذا. احنا هكذا لازم ما كاش فيها وزيد حاجه او جاي يدرب في الجزائر، يخلص مليح، ياكل مليح، سيدي موسى مليح، السمش مليح، اللي ريستورون مليح، الدنيا كل شيء مليحه. انا ما يجيش يجاوب خير من اوروبا. لا وحتى الان المدرب السابق غادر المنتخب الوطني رسميا، والاتحاديه تبحث عن مدرب جديد، ولكن سمير ربما يريد ان يضيف شيء حول عمليه فسخ العقد كيف ستتم في ظل الشد، و يعني الامور راهي لحد الان لم تتضح فيما يخص هذا الامر، والمدرب الوطني السابق متمسك باخذ امواله، في حين الاتحاديه عرضت عليه الا 3 أشهر اجور فقط. الان لحقنا للمرحله النهائيه، وهي ان الفيدراليه elle veut pas donner une nouvelle proposition لجبل الماضي، ولا تطلع في نسبه الاجور وهي 3 سي سا 3 أشهر. الان الكره في مرمى تاع جبل الماضي، هو اسكي يتقبل بلي لا هو قال ما قبلش، قال اريد اون بروبوزيسيون من لا فيدراسيون. هذا الدوسي تنغلق كلو، مي ال فو با فير. يعني قلت لك ال فو با فير نوفيل بروبوزيسيون. يعني من الان المرمى في عند جبل الماضي هو يديسيدي اسكي يروح لا فيفا ولا ما يروحش. اسك من يسكي سي دو سون انتيري يدخل في ان براد فار مع الاتحاديه، لا ماشي مع الاتحاديه، يدخل مع الجزائر. حاجه اللي جامي صارت في تاريخ الجزائر. جامي ان اونترينور الجيريان تجرأ. شكون؟ الجيريان ولكن الكراز راح وخدا اموال. الكراز انا نهضروا على الجيريان، ما كاش ان الجيريان تجرأ بور تونير تيت لا فيدراسيون. الان اذا حبيت ندخلوا في لي ديتاي ماتنون، لا فيفا القانون اون جينيرال يقول باللي لونترينور ليموجي لازم تعطي له لي سالير تاعو حتى لا فان سون كونترا، لانه ما عندوش اوبجيكتيف وهما ولكن لا فيدراسيون تاني elle va défendre son dossier
باسكو ما تنساش يا 3 زيشاك هذوما عندهم الوزن تاعهم في شي افوكاد لا فيدراسيون. لا الان الجانب التقني او الجانب القانوني على مستوى الاتحاديه وبعد اصلا نكمل برك هذه ليدي وبعد مد نعطي الجانب الاخر تاع لا بالي جوستومون الجانب الاخر ما مديتوش كاع. دونك تمد دوت لي في تو لي سالير تاعو حتى ديسمبر 2026 ولكن اذا جبل المنماضي خدم منا على شهر ولا شهرين يتقاضى اذا الى لا ديفيرونس ستادير ولا لقى ان سالير 150,000 اورو دون ان كلوب لا فيدراسيون تخلص له غير لا ديفيرونس حتى ل 208,000 اورو لا ديفيرونس هذيك. وكاين ثاني اطروحات اخرى اللي اظن نعم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد استشارته مع رجال القانون على مستوى الفيفا ياكدوا على مستوى الفيفا انه بالنسبه للسيليكسيونور ماشي لي زونترينور دو كلوب، السيليكسيونور لا يمكنهم الان وفق القانون الجديد اخذ كل اموالهم في حال ليموجاج ولا في حال فسخ العقد من طرف واحد، ياخذوا 6 اشهر فقط مع 3 اشهر رسميه ياخذهم. اذا ما خداش كلوب، اذا خدا ان كلوب ياخذ الى 3 اشهر من بعد يولي يتقاضى الراتب تاعو من الكلوب الجديد من النادي ولا المنتخب الجديد. الكاميرون خداهم كاع رضوان. لا الكاميرون في وقت عندها كثير مش في القانون الجديد. صافي إناني دمي مدرب هذا كان عنده كاس العالم، احنا الان خرجنا من بطوله افريقيا بعد الاخفاق الثالث.